السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد. فيديو ديال اليوم غنقترح عليكم دو غوسيت. لا غوسيت الاولى دسير بثلاثه ديال المكونات اللي كيجي بنين دغيا كيوجد، ولا غوسيت الثانيه هي بيتزا بالروز اوليو د العجينه. دونك نبداو بالوصفه الاولى. ناخذ جوج بيضات، جوج معالق كبار ديال الكاكاو بالمر، وجوج تفاحات موين. دونك غادي ناخذ ديك التفاح، غادي نقيوه مزيان. ابخي غادي نقطعوه مربعات صغار، ممكن تقطعوهم عشوائيا، دو توت فاصون كلشي غادي يتطحن. بارفو كيبقى لنا ديك التفاح، دونك فهاد الميضه نديرو به دسير. انا قلت تشوفوا معايا راه دغيا كيوجد. دونك ناخذ واحد الهاشوار، غادي نديرو فيها ديك التفاح اللي قطعناه طريفات. فوالا، من بعد غادي نضيفو ديك جوج بيضات يكونوا تهما موين بحراره المطبخ، نزيدوهم. وغادي نضيفو من بعد جوج معالق كبار ديال الكاكاو المر، فلا يكونوا عامرين شي شويه كيف ما كتشوفوا معايا. هاد الوصفه هذه كتجي بنينه بزاف. كتصلح للدراري الصغار لي بيبي اللي فايتين العام. انا راه هذه كنعطيها حتى لولدي، دونك صحيه وكتجي زوينه. دونك كما شفتوا معايا هنا راه كنطحنوا كلشي مزيان في الهاشوار. هنا نوريكم القوام ديال الخليط كي كيكون. دونك ماشي خفيف بزاف وماشي عاوتاني ثقيل. فوالا هانتوما كتشوفوا فيها كلشي، فيها لي فخوي، البيض، الكاكاو اللي غادي يعطينا لوغو ديال الشوكولا من بعد فاش غادي توجد. الوغ هنا غادي ناخذ واحد اللاطه اللي غتدخل الفران، نديرو قياس غير صغير، 15 سنتيم بحال هكاك غير صغير. ممكن تستعملوا حتى ديك لي غامكان اللي كيدخلوا للفران، ديروا واحد جوج بحال هكاك. دونك هنا غادي نبداو نسرحوا شويه بشويه ديك الخليط. ما دهنوش المول لا بزبده لا بطحين لا حتى شي حاجه، ديجا كتنكل غير بالمعلقه. هنا انا ما عنديش لي غامكان، داكشي علاش درت وحده كبيره. الوغ هنا غادي نزيدو شويه ديال لي بيبي الشوكولا، ممكن ديروا الكركاع مهرمش، اللوز مهرمش اللي كان عندكم. فوالا هانتوما كتشوفوا انا كملتها. دونك غادي ندخلها طيب في الفران من التحت على درجه الحراره 160 170 كيف ما ديما. اون فوا نشوفوها شدات في راسها، صافي نشعلوا عليها الفوق غير باش تقصح شويه من الفوق. فوالا هنا راها طابت. دونك فريمون كتجي بنينه. انا ندوق معاكم. كتجي معلكه، ما فيها لا سكر لا زيت، لا طحين لا حتى شي حاجه. كتجي معلكه ورائعه رائعه. بالنسبه ممكن ديروها في دي غامكان، راه كتجي زوينه. هنا نوريكم القوام ديالها كيفاش كيجي. كتجي معلكه رائعه رائعه، خطيره خطيره، انا عجبتني بزاف. هنا ندوزو لا غوسيت الثانيه. غادي ناخذوا واحد الكاس ديال الرز، نسلقوه مزيان مزيان، يتسلق حتى يقرب يتعجن ماشي مشكل. فوالا دونك ناخذ واحد الهاشوار، نديرو فيها ديك الرز اللي سلقنا. غادي نزيدو عليها شويه ديال الملحه حسب الذوق. غادي نضيفو عليها ديك بيضه، وغادي نضيفو واحد فخوماج كاري ديال الساندويتش. اللي عنده يزيدو، اللي ما عندوش عنده لافاش كيغي، اي فروماج عندكم ممكن تزيدوه. دونك هنا هذه كتجي بيتزا في عوض العجينه. غادي نستعملوا عجين ديال الرز، من بعد نطحنوها غير شي شويه ونضيفوا عليها واحد نص كاس د الماء، غير عادي زعما ماشي بارد ماشي سخون. فوالا ونطحنوا كلشي مزيان مزيان. هنا نوريكم انا كيفاش كيكون القوام ديالو. دونك بحال ديك العجين ديال الرز. فوالا هانتوما كتشوفوا معايا، هي كتجي صحيه وكتوجد بسرعه، ما كتاخذ لا وقت العجين لا حتى شي حاجه. الوغ هنا غادي ناخذ واحد المول اللي كيدخل الفران، غادي نديرو بابي كويسون من التحت، غير في هذاك غير من التحت ولا ما نديرو الجناب. دونك نخويو ديك العجين ديال الرز ونبقاو نسرحوه مزيان هكا حتى نسرحوه على اللاطه كامله. اللي بغى تكون العجينه شويه ديال الرز تكون غليظه يخليها غليظه، اللي كيبغيها رقيقه ينقصوا من الرز تعاود ديروا لاطه واحده اخرى. دونك هنا درتها انا شويه رقيقه. فوالا سرحتها مزيان، ما نخليوهاش طالعه من الجناب، وندخلوها طيب على على درجه الحراره 160 من التحت تشوفوها تحمرات، وشعلوا عليها عاوتاني الفوق حتى تحمر. راها كتقصح، ماشي كتبقى هشيشه، ما ولا راه كتقصح. الوغ هنا غادي نزيدو شويه ديال المطيشه. انا خديت غير المطيشه اللي كتكون واجده. فوالا دونك غادي ندهنو ديك العجين
مزيان في الجناب حتى هما نوصلوهم. هنا خديت شوية ديال الطون، ممكن تضيفوا إلا بغيتو كفتة، بغيتو صدر ديال الدجاج يكون مشحر مليحة ولا بزار ديروه اللي كان عندكم موجود. هنا درت أنا شوية ديال الزيتون مقطع كحل، من بعد غادي نضيف شوية ديال الفرماج اللي الطرق ديال البيتزا العادية اللي كنعرفوها، اللي بغا يزيد بصيلة يزيدها، اللي بغا يزيد فلفلة مشحرة حتى هي. دونك هنا درت أنا شوية ديال الفخوماج، من بعد زدت شوية ديال الزعتر اللي عندي محكوك، دونك درتو عليه من الفوق وصافي ندخلها للفران باش يذوب لنا ديك الفرomage. فوالا نتوما كيف ما كتشوفوا راه كتجي رائعة رائعة، بنينة بزاف، كتجي بحال البيتزا زعما حقيقية حقيقية بالعجين ديالها. و لو بلوس امبورطون هو انها صحية وكتوجد دغيا بلا عجينة بلا دليك بلا والو. دونك انا غادي نقطعها معكم باش تشوفوا كي كتجي. فوالا دونك ها هي دي وجدت لنا هنايا. دونك كنتمنى الوصفات يعجبوكم، واللي ما مشتركش في القناة يشترك باش يوصلوا كاع الجديد، وكنتمنى تجربوا الوصفات وتجاوبوني في لي كومونتير. شكرا بزاف، مع السلامة.